اصعب شيء على النفس انك انت تخاطب نفسك بعقل حد تاني، مش عقلك ولا كلامك ولا احساسك ولا افعالك. كل ده كلام بتحكيه لنفسك وبتخاطب بيه نفسك من وحي خيال حد تاني، حد انت اصلا ما تعرفوش، حد نفس يعني نفسك كده تطبق كل كلمه بتتكلم بلسانه او تفكر بعقله، لان كل كلمه بتتكتب ليها تفكير خاص بيه، تفكير بيدل على عقل ناضج وقلب سليم ولسان صادق وفعل وتنفيذ لكل حرف بينطقه اللسان. ولانك كمان مسؤول عن كل حرف بتكتبه، لازم كمان تنفذ من بعض الكلمات المستوحاة من عقلك ولو قليل القليل، كي لا تكون من الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى يقولون ما لا يفعلون وإن يقولوا تسمع له. يعني ما تبقاش معلش عامل زي العلماء اللي هم عندهم علم كتير جدا جدا لكن ما بيعملوش بيه، او يقولون ما لا يفعلون. حلو حلو. انت بتكتب كلام حلو جدا جدا على الاخر لكنك مش بتطبق منه ولا حرف، بيبقى ده اسمه ايه؟ اسمه نفاق، بتنافق نفسك على حساب نفسك وعلى حساب الاخر. فمن الاخر كده ربنا يسترها علينا وعليك، حاول تكون صادق مع نفسك، ما تخليش حد رقيب عليك غير ربنا ثم ضميرك. حاول تكلم نفسك بعقلك الواعي وبقلبك الصادق وبضميرك الحي، لانه لو مات مش هتعرف تعمل حاجه غير انك انت تنافق قلبك الصادق ولسانك يعني اللي بيتكلم، يعني ولسانك اللي بيتكلم ده مش هيسامحك يوم القيامه، هيشهد عليك. ليه بقى؟ لانه يوم تشهد عليهم ايديهم وارجلهم بما كانوا يفعلون. لانك انت كنت قادر تتكلم بصدق لكنك اخترت ايه؟ الكذب اللي جه بعد ما موتت ضميرك اللي كان بيختلف معاك لما كنت بتعمل حاجه غلط، ونسيت قلبك الصادق وكمان سبت عقلك للشيطان وضوعته، بدلا من انك يعني بدل من انك انت كنت المسؤول عن كل اعمالك وافعالك واقوالك، بقى الشيطان هو المسيطر عن كل اقوالك وافعالك. لما سبت عقلك ليه بقى بيتحكم فيك بقى كيفما يشاء. عشان كده لما تيجي تتكلم مع نفسك حاول تبقى على طبيعتك وتعيش بقلبك النقي الصادق وضميرك الحي، وتفكر في نفسك، يعني تفكر في نفسك كده شوية وستجد الخير دائما وأبدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو، وانصحونا بكلمة أو معلومة أو حاجة مفيدة تنفع